انت متخيل ان كلمة واحدة بس ممكن تنقذك من النار؟ بس بشرط واحد، وهو انك تكون صادق. بص يا صاحبي، مش كل واحد بيقول انا مؤمن يبقى فعلا مؤمن. ربنا نفسه قال في القرآن: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. يعني ايه؟ يعني مش هتعدي كده بالساهل، لازم اختبار. الفرق الحقيقي بيبان وقت الشدة، ساعتها ربنا بيفرق بين الصادق والكاذب. طيب الصدق ده مهم للدرجة دي؟ هقول لك ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما من احد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله بصدق من قلبه الا وربنا حرمه على النار. وانت عارف انها مش بالكلام ولكن بالقلب. وفي موقف تاني، واحد اعرابي جه لسيدنا محمد عشان يتعلم الاسلام، فسيدنا محمد قال له الصلاة والصيام والزكاة. فالراجل قال: والله لا ازود ولا انقص. فسيدنا محمد رد عليه وقال له: افلح ان صدق. يعني لو هو فعلا صادق كده كفايه نجاته. الدين مش منظر ولا كلام بيتقال، الدين صدق، والصدق لازم يختبر.